قصة البيت المسكون الغالبية من الكويتيين يسولفون عنها، وأيضا المقيمين اللي عاشوا هني، اللي دش البيت وما طلع، اللي زر عقله، اللي يشوف قطاوة تتحكى، وأخذوا عاد من هالقصص هذه. أنا خليني أقول لكم الشغلة على السريع. سنة 2009 أحد المجلات الإلكترونية تكلمت على هذا الموضوع وذكرت القصة كاملة. أتوقع اللي قاعد يعني اللي مهتمين بموضوع بيت المسكون عارفين الموضوع هذا، أنه واحد بنى البيت سنة 65 وإلى آخر الكلام هذا كله. اللي لفت انتباهي ان في شخصيات بالسوشيال ميديا تاخذ القصه تتبناها على اساس انه مصدر يعني يستندون عليه، بعدين يحطون البهارات مالتهم الخاصه على اساس انه يصير الموضوع ترند وكأن الموضوع حقيقي. مع العلم انا واحد من هالشخصيات اللي شاف البيت، اللي دخل البيت واللي ما شفت شيء. بس خليني اقول لكم شغله ضحكتني حيل. في شخصيه شنو قالت؟ ان لما بلش راعي البيت يشوف أشياء غريبة ومو قادر يستوعبها، فاضطر أنه يتواصل مع شيخ، يا الله، تواصل مع شيخ دين متخصص بالظواهر الغريبة. أنا على طول تخيلتها كذي، يعني مو معقولة. أوكي في ناس راح تشذبني، لا أنت وكذا وكذا، ما يخالف. خليني أقول لكم شغلة، إذا كان فعلا في جن، شلون الربع دخلوا مثل ما تشوفون الحين؟ كل واحد بلغني بمسج، زين أنا دخلته ما شفت هذا كله. زين اثناء الغزو العراقي الغاشم العراقيين كانوا داخل، ولما طلعوا احنا ما شفنا غير ملابس العراقيين وشويه اكل على كم سلاح طايح، ما حاشهم العقر بقر. يبا اخذوا اللي وراها. اذا فعلا كان ينانوى شلون صار مكانه فندق الحين؟ راح الفندق يعني بيسكن ينانوى يعني ولا شنو؟ لا تصدقون الخرابيط اللي تطلع. اوكي على زماننا نستوعب انه ممكن الناس تصدق وكذا، لان الناس تحب تسمع هذه القصص، والناس تحب الاشياء اللي تخوفها، لان الناس حكواتيه مثل ما يقولون المصريين. لكن 2025 وانتم للحين تسولفون بهذه السالفه المضحكه. شوفوا اللي بحط لكم اياه الحين، وشوفوا الدعوه اللي كانت معروضه في احدى الجرائد، وعليكم الحكم.